يا مساء الهنا والسعادة، مساء الخير كله ومساء السكر الزيادة. بحبكم قوي، بحبكم قوي قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صمصيم قلبي. صمصومة صمصومة. النهاردة يوم جديد وروتين جديد. روتيننا النهاردة كله طاقة ونشاط، كله تفاؤل وحسن ظن في الله ان كل اللي جاي خير بإذن الله. خلي عندكم يقين في الله كده على طول وحسن ظن فيه. كل اللي انتوا هتفكروا فيه طالما بطاقة إيجابية ربنا هيديهولكم إن شاء الله. اعملوا زي كده، أنا بدأت أشحن شوية. يلا كده نبدأ الروتين بتاعنا الأول بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة اليوم بتاعنا يوم ست مصرية شاطرة، يوم ست مصرية جدعة، سواء انا اللي في الفيديو او انتوا اللي بتتفرجوا عليا. يوم الستات الجدعة، يوم الستات اللي عندها حسن ظن في الله وعندها يقين في الله ان كل اللي جاي احسن باذن الله. ربنا ينجح اولادنا ويرزقنا برهم ويرزقهم ويسترهم وينجيهم ويحفظهم ويرزقنا الستر والصحة وراحة البال، ويجعل بيوتنا يا رب مليانة وعمرانة بالخير، مليانة كده بالحب والدفى، مليانة بالمودة والرحمة. يبعد عننا كل عين حاسد وحاقد. انا قمت كده من النوم صراحه ما كنتش عارفه اعمل لهم اكل ايه، فطار يعني. لقيت عندي في الفريزر شويه عيش فينو وطعميه من بتاعه رمضان، لان بيجي علينا رمضان يعني الاكل بيبقى تقيل شويه، واول يوم وتاني يوم بيبقى السحور كده قوي قوي، وبعد كده بنخف خالص. فالطعميه بتفضل عندي بعد رمضان. تمام، طلعت كيسين الطعميه يا دوبك كده ضربتهم، ضربتهم بالكيس كده، وبعد كده طلعتهم وعقلتهم وعملت للعيال احلى سندوتشات طعميه في الدنيا. تمام. حطوا بس لايك للفيديو يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. اللايكات اليومين دولت يعني حلوه مش وحشه، بس اللي مش عارفه مش على قد المشاهدات. ففضلا منكم ارفعوا الفيديو ان انتوا تشاركوه لاصحابكم على على الواتس او على الماسنجر، وكمان حطوا كومنت حلو ولايك حلو. ساعدوني كده وشجعوني عشان ان شاء الله ننزل فيديوهات مع بعض باذن الله كل يوم على ما قد يعني ايه، على قد ما اقدر، لان تصوير الروتين صعب جدا جدا. وانتوا عارفين طبعا ان معايا سليم، ده سليم نايم دلوقتي اهو. طبعا انا دخلت بقى كده على طول. النهارده هنعمل الغدا الايه، الغدا المتين، الغدا اللي كلنا بنحبه. هنعمل شويه ملوخيه خضراء من غير ما نخرطها بالملوخيه، وهنعمل شويه رز بشعريه وفرخه حلوه كده مسلوقه محمره. وهقول لك ازاي طلعي الفرخه شوربتها صافيه وحلوه، وكمان لحمها ابيض وما تبقاش زفره ابدا. المهم كده هنذكر الله كتير واحنا قاعدين في الفيديو. اذكري الله طول ما انت بتكلميني كده. عايزاكوا، انا بقالي فتره اصلا طول ما انا قاعده بقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ركزي كده في معنى الجمله، ركزي كده في معنى الكلمه اللي بتقوليها. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني احنا لا مفيش حاجه بايدينا، القوه كلها نستمدها من ربنا. معنى الكلمه كده يا جماعه، او معنى الجمله كده اللي احنا بنقولها، وممكن بنكون بنقولها بلساننا، احنا عايزين نقولها بقلبنا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عايزة القرب من ربنا ما يبقاش قرب بالصلاة والصوم بس، ديت فروض علينا. يعني ايه؟ احنا مفروغ منها. احنا عايزين نقرب بقلوبنا، عايزين نقرب بعقولنا، نقرب بلساننا، نقرب بكل حواسنا عشان ربنا يرضينا. خلي بالك المبتلى إيه، مش لو نتكلم في فراخ وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. المهم دلوقتي الفرخه انا غسلتها بملح وخل ودقيق وليمون ومعلقه سكر، وطبعا منزلاها معاكم الفيديو اللي فات. عشان تطلعي فرخه شوربتها حلوه لازم تسخني الحله حلو قوي، وتقومي تش راميه فيها الفرخه. بعد ما تشطفيها حلو بعد المحلول النقع ده، حط عليها بصلايه بقى وطماطمايه وشويه فلفل اسود وكمون وحبهان وشويه ملح وخلاص. تحطيش حاجات تانية، ولا تحطي بقى معلقه سمنه ومعلقه زبده وتشوحي الاول البصله. اعمليها بالطريقه دي والله العظيم هتاكلي شوربه عسل. تمام. علشان بقى تنزلي الدهون بتاعتها، انا بحب احط الكمون في الشوربه صراحه وفي كل الاكل. بيهدي الامعاء كده. والله العظيم خلصان عندي بقالي يومين ومكسله انزل اجيب. عايزه بهارات كتير اصلا بامانه، يعني انا عايزه لي كده يمكن 500 جنيه اجيب بهارات. يعني ما عنديش بهارات خالص، خلصت كلها. فصراحة والله العظيم بطني تعبانة، يعني بجد الكمون بيريح الأمعاء جدا. ولعت على الفرخة وسبتها تنزل دهنها كده على ما أنا أكون غليت شوية مية حلوين عشان أحطهم عليها. وبعد كده مسكت شوية شعرية حمرتهم وجبت عليهم شوية رز منقوعين. منقع الرز يا جماعة نص ساعة، فزي ما انتم شايفين بحط المية على قد بالظبط. كل ما هتنقع الرز أكتر كل ما ياخد مية أقل. كل ما هتغسلي الرز وتعمليه على طول بياخد مية أكتر، يعني بيتخلي كده زي ما يكون عقلتين مية فوق الرز. فطب وليه؟ طب ما احنا ننقعه
وما ياخدش معانا 10 دقايق في التسويه. اول ما بتشرب بهدي عليه النار. شايفين بحط ميه مغليه، ما احطش ميه من الحنفيه. شايفين الشوربه صافيه وجميله والدهن بتاعها طالع على وشها ازاي، دهن منه فيها كده، دهن رباني. هنعمل بقى شويه فلفل مقلي كده عشان الفلفل يطلع معاكي طري زي بتاع المطاعم، وما تحطيش زيت كتير عشان برضو الزيت غالي. بنحط كده الزيت، وبعد كده بتحطي كميه فلفل إيه لازقه ببعضها، وقعدي قلبي في الفلفل بقى رايح جاي جاي رايح كده. انا بحب اغطي الفلفل بس عشان ما يطرطشش الدنيا. هو بيطرطش وكل حاجه، بس ما بيزروطش الدنيا يعني، بواري بالغطا. عملنا الفلفل والمكرونه لسه الملوخيه بس، وعملنا الرز، وعملنا مكرونه ايه، وعملنا الفراخ. عايزه اقول لكم يا جماعه، مش كل بني ادم مبتلى ربنا ما بيحبوش. خلي بالكم، الانبياء كانت مبتلى، وابتلوا في الصحه، وابتلوا في الاولاد، وابتلوا في المال، وابتلوا في كل حاجه، وابتلوا بالامراض كمان زي سيدنا ايوب. فمش كل مبتلى الابتلاء دوت بيقربكم من ربنا، بيرفعكم درجات. حتى شكة الدبوس اللي بنتشكشكها كده في صوابعنا ونقول اي، دي بناخد عليها ثواب وحسنات. إيه عيا ابنك اللي بتسهري جنبه وتمرضيه، بتاخدي عليه حسنات. إيه ابتلائك مثلا في حاجة تتاخد منك، بتاخدي عليها حسنات. ان ربنا يسلط عليكي بني ادم ويأذيكي في حاجة وتتوجعي وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، بتاخدي عليه حسنات. عايزه بس اقول لكم حاجه، ان الاعمار قصيره قوي، فكل ما ابتلائك هيزيد هتيجي. والله العظيم بسمع شيوخ بيقولوا الكلام ده، انا مش بقوله كلام من راسي والله العظيم، ولا بفتي، ولا انا مش بتاع الدين، بس بحب اسمع شيوخ قوي قوي. فبقول لكم الحاجه اللي انا بسمعها وبحسها، بقول لكم احساسي بعد ما بسمع الحاجه، لان انا عماله اخد طاقه ايجابيه من الشيوخ، مش باخد طاقه ايجابيه من ان حد يكلمني او حد، او افضفض مع حد بقى في كلام والكلام ده، لا ما عادش عندي الكلام ده خالص. إيه بصوا، يعني ربنا يعني بيقول لك الشكوى لغير الله مذله. يعني اي حاجه عايزين تعملوها كلموا ربنا، خدوا ايحائكم وخدوا توجيهاتكم وخدوا طاقتكم الايجابيه من ربنا. فتسمعوا ايه، اسمعوا الناس اللي بيتكلموا في الدين، ويكونوا ايه مش منافقين، يكونوا الكلام كده تحسيه يخش احساسك. فيا جماعه إيه، وجهوا كل قلوبكم ربنا. والله العظيم ربنا ما بيبتلي عبده، والله العظيم بيحبه، والله العظيم ما بيبقاش غضبان عليه. إيه ابتلاءات كترت جدا جدا. صدقوني في واحده ممكن تقول لك ايه، ده انا بجدع على ناس بتتقلب عليا. لا والله ما بتتقلب عليك، ده ربنا بيسيب الظالم عشان لما بياخده اخذ عزيز مقتدر، بياخده بصوا وما بيمهلوش بقى، بياخد حق الظالم وبيوري الظالم في دنيته. والله العظيم بيوري الظالم في دنيته. هيتمنى سماحك، وانت بقى انت وسماحك بقى. انا ما بعرفش اسامح صراحه حد ظلمني، لان لما بتظلم ببقى مظلومه بوجع، ببكى، بحق، فاهمين. فصراحه انا كرشا، يعني ربنا اللي بيسامح مش انا بني ادم. فربنا يا رب كده يبعد عنا اولاد الحرام ويكتب لنا كل خير يا رب. بس يكون الكلمتين انا قلتهم لكم دولت طاقه ايجابيه خدتها وحبيت اديها لكم انتوا كمان. كلنا نعيش على قد ما احنا عايشين، ونبقى مبسوطين، ما نبصش اللي في الايدين غيرنا، علشان خاطر مش عارفه لساني ركب شكب كده، شكب ركب على بعض. ما نبصش في اللي بايدين غير في ايه، في اللي ايدين يعني ما نبصش لحاجه في ايد غيرنا يعني. يا بصوا والله العظيم بصوا، ما نبصش لحاجه في ايدين غيرنا عشان ما تهونش علينا حياتنا، ونبص في بيتنا ونصلح منه. المهم مسكت الملوخيه، انا بجيب الملوخيه بغسلها قبلها بيوم بقى، قبلها باسبوع. المهم يكون عندي كيس الملوخيه متقطفه ومغسوله ومحطوطه في كيس في الفريزر. طلعيها وفرميها في الكبه وهي متلجه، ما تستنيش تفك. وبعد كده على شوربه مغليه، وتبداي تحطي الملوخيه المطحونه المتلجه، ما تستناش تفكي لانها تغمق يعني، وهي متلجه على طول على الشوربه السخنه. اديها غلوه واحده بس يا دوبك تفور فوره واحده، وبعد كده تعملها طشه التومه. انا صراحه حمرت الفرخه في الطاسه ديت، السمنه والدهن وشويه الزيت اللي انا حمرت بيهم خدتهم عملت بيهم التقليه، عشان ما ارميش الزيت اللي انا حمرت بيه الفرخه. تمام، حمرت الفرخه كده تحميره حلوه. طبعا طبعا الفرخه باكل يعني الكبد والقوانص صراحه بعينها، مش بناكلها بناكلها محمره يعني. بجمعها على بعضها كده، وبعمل يوم كبد وقوانص ومكرونه يعني، بقعد اجمع واقوم عامله كده. خلصت كده الغدا، فلفل مقلي وشويه رز كده مفلفلين، بص الرز مفلفل ازاي، وعسل. وكمان طبعا شكاره الشعريه انا كنت جايباها خلصت، ان شاء الله بجيب شكاره قريب يعني. شكاره الشعريه ال 10 كيلو يا جماعه، اوفر لك ان انت تشتري شعريه بالكيس بكيلو، الكيس بكيسه كده يعني، اللي هو نص كيلو او حاجه. تعالوا بقى نعمل مع بعض حبه بسكوت. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق،
تمام. ومعايا كوبايه رابعه حطها على جنب، ممكن اخد ربعها، ممكن اخد نصها، ممكن ما اخدش منها خالص، على حسب ماده دي بيقبل معايا ماده سايله ولا لا. كيس بيكنج باودر، نص كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه، ونص كوبايه زيت، ورشه ملح وفانيليا. يبقى مقادير البسكوت بتاعتنا بسيطه خالص. يبقى 3 كوبايات من الدقيق، كيس بيكنج باودر، نص كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، ومعانا فانيليا ورشه ملح. مش معانا حاجات تانية خالص. تمام تمام. هنحط في الخلاط، عايز تعملها بالمضرب السلكي في طبق كده عادي، مش لازم خلاط. هنحط في الخلاط نص كوبايه السكر، ونص كوبايه الميه، ونص كوبايه الزيت. ممكن نغير الميه ونحط مكانها عصير برتقال او لبن، اللي حابب يعمل كده واللي حابب يعمل كده. تمام. ممكن نحط ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت، انا بقول لكم مقادير اقتصاديه. هنحط فانيليا بس انا عايزاه بالبرتقال بقى. ممكن تحطي كيس تانج برتقال، تمام، او معلقه فروتي برتقال، اللي انت عايزاه بقى. بس انا عندي بشر برتقال اللي هو عباره عن قشر البرتقال، بحمصاه في الفرن وبسيبه ينشف خالص وبطحنه في المطحنه. والطريقه عندي على مطبخ رشروشه، منزلاها معاكم من 5 سنين تقريبا ولا من 6 سنين. احنا بقى مع بعض بقى لنا 7 سنين. تمام. فهاخد كده معلقه احطها عشان تديني طعم البرتقال. تمام. بس ما بتحطي قشر البرتقال المطحون دوت بيديكي نقط كده، ايه، نقط اورنج غامق كده في جوه البسكوته. وكمان هحط معلقه سمنه من عندي، معلقه السمنه دي هتدوب معايا البسكوته وتخليها دايبه دوبان. شايفين؟ معلقه صغيره كده او معلقه الاكل بس مش مليانه. هحطها وهنضرب كل الكلام ده كده في الخلاط. يبقى في الخلاط في ايه؟ في نص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه ميه، وحطينا فانيليا. انا حطيت معلقه سمنه من عندي، وكمان حطيت بشر برتقال. اتفقنا؟ اتفقنا. هناخد بقى 3 كوبايات من الدقيق، نحطهم في طبق اكبر شويه عشان طبعا ايه، اعرف اعجن فيه. ومعانا كوبايه دقيق على جنب، احتاجنا منها احتاجنا، ما احتاجناش خلاص. همسك بقى كيس البيكنج باودر اللي هو عباره عن معلقتين صغيرين مليانين او معلقه كبيره مليانه. كيس بيكنج باودر 16 جرام. الناس اللي كيس البيكنج باودر بتاعها بره مصر 10 جرام، حطي كمان نص معلقه عشان طبعا البسكوته ما فيهاش بيض، فلازم نحط لها كيس البيكنج باودر كله. وحطينا رشه الملح. وطبعا حاجه مهمه جدا هنحطها معاها، هنحط معاها نشا. انا بجيب النشا من عند العطار سايب، يقولوا انا عايزه نشا ذره، هو اسمه نشا وخلاص، بنقول نشا إيه. وبنجيبه سايب كده. طبعا لو جبته اكياس بيبقى غالي، فانا بجيبه سايب. هاخد بقى كده معلقه منه، معلقه كبيره كده مليانه هرميه. تمام. إيه، هحط معلقتين عشان يبقى دايب معايا قوي. ما تحطيش معلقه واحده، حطي 2 مليانين هرميين، هرميين خالص، عشان البسكوته يا جماعه ما فيهاش بيض. فلازم بنحط بيكنج باودر وبنحط نشا. لو ما حطيتيش نشا هيجرى ايه؟ البسكوته هتطلع معاكي محجره، مش هتطلع دايبه. طب عندي كاستر وما عنديش نشا، حطي معلقتين كاستر مليانين هرميين، هيديله لون جميل قوي قوي وكمان طعم حلو. يعني ممكن نحط نشا وممكن نحط كاستر. هنمسك بقى الكلام ده كده كله نضربه في الخلاط، وبعد كده هنضيفه على الدقيق اللي عليه كيس بيكنج باودر ومعلقتين نشا و3 كوبايات دقيق ورشه ملح. تمام. هشطف كده الخلاط واخد منه كل العصاره اللي طلعت. وبعد كده هنبدا نلم العجينه بايدينا. على فكره البسكوته دي طعمها حلو جدا والله العظيم، مش كلام وخلاص. ممكن تشيلي معلقه دقيق وتحطي معلقه ايه، كاكاو، لو عايزاها لو عايزاها بالشوكولاته. ممكن تقسمي العجينه على نصين وتشيلي معلقه دقيق تركنيها على جنب. وبعد كده تحطي معلقه كاكاو وتحطي معاها معلقه زيت او معلقه سمنه صغيره، تعجني بيها بس كاكاو كده تخليه سايل. وبعد كده تضيفيه فين؟ على نص العجينه. بس انا هعمله كلها ابيض صراحه. تمام. حطيت كمان ربع كوبايه دقيق، بس خلي بالكم عشان الدقيق زاد مني شويه. المهم تكون العجينه طريه كده، والعجينه ما بتتعجنش. العجينه بصوا بتتجمع ازاي؟ تتجمع بالطريقه دي. هسيبها بقى ايه، بعد ما عجينها بالطريقه ديت هسيبها تقريبا 5 دقايق، اكون غسلت الاطباق اللي ورايا والحاجات اللي طلعت من العجن. ونبدا ايه، نجيب كيسين تلاجة، كيس تحطيه تحت وكيس تحطيه فوق، وتبداي تضغطي على العجينه وبالنشابه وتفردي. خلي السمك بتاعها تقريبا ربع، يعني نص، مش سنتي، ربع سنتي يعني، يكون هوريكم السمك. بصوا بتفردي كده بالنشابه. تمام. خلي بالك وانت بتحطي بس الدقيق. طب لو الدقيق زاد مني اعمل ايه؟ حط لها معلقه سمنه. ما تحطيش ميه بقى عشان ما تنشفش منك وتبداي تعجني. حط لها معلقه سمنه وابداي ايه، يا دوبك لميها بها كده. وممكن تحطي معلقه ميه مع معلقه السمنه عشان ما تحطيش سمنه كتير. تمام تمام، او معلقه زيت. وبعد كده هتمسكي تفردي، بس خليكي حريصه وانت بتحطي الدقيق برضو الافضل يعني. تمام. انا فردت كده. وبعد كده جبت القطاعه بتاعتي، مالكوش دعوه بالمقطع، انا رحت خالص كنت بقفل الموبايل وبفتحه تاني.
المهم مسكت اقطعها مربعه، او عندك ممكن تقطعها بالسكينه كده مربعات او على شكل صوابع طويله، وتعملي حركات كده بالشوكه. بس انا عملتها عند القالب دوت. البتوع دولت اصلا كنت جايبهم ب 10 جنيه، اللي هي قوالب البسكوته المربعه دي. وبعد كده بتجيبي خله سنان او عصايه شيش طاووق، اي حاجه بوزها رفيع كده، وتبداي تعملي لي اخرام. بس انا ما بعملش بالسن بتاع شيش طاووق، عصايه الشيش طاووق بعمل بالظهر عشان يبقى الخرم واسع. لو ما خرمتيش البسكوته كده، البسكوته هتقب معاكي في الفرن، هتبقى مقبه من النص كده. فلازم بصوا شكل البسكوته عامل ازاي، بصوا مفرغه ازاي وجميله. بسكوته خفيفه من غير بيض ومن غير زبده ومن غير اي حاجه ومن غير سمنه كمان. انا اللي حطيت معلقه سمنه من عندي بس بجود عشان تديني ذوبان. شايفين شكل البسكوته عامل ازاي؟ الفرن طبعا بيبقى سابق التسخين، درجه حراره 160 او 150 درجه حراره هاديه، وبتسيبيه لغايه ما ياخد لون، ما بتشغلوش الشوايه. تمام. وهنا كان عندي بنجر في الفريزر، طلعته فك، وبعد كده حطيت له شويه ميه وثلاث معالق من السكر او معلقتين من السكر، وهسيبه لغايه ما اجي اغرس في السكينه الاقيه السكينه بتغرس فيه، وهسيبه يبرد. وبعد كده هقشره واحطه في برطمان، نطلع بقى نعمل منه سلطه بنجر، نطلع منه نحط فيه نحطه في عصير الفراوله. ممكن تفرميه وتطحنيه وتحطي فيه لون احمر وتعملي فيه كيكه بالبنجر. عملناها مع بعض قبل كده على المطبخ الشامي بس من فتره طويله، من سنين يعني، تقريبا من 5 سنين ولا حاجه. وعملنا قبل كده برضو كيكه السبانخ. يعني عملنا حاجات مغذيه كتير للولاد بس في بدايه القناه يعني. تمام. خلاص كده، اول ما تبدا السكينه تغرس فيها اقوم طافيه عليه على طول. يبقى احنا النهارده عملنا حاجات مفيده جدا للولاد، واكلناهم كمان اكل مصري، وكمان عملنا لهم بسكوت حلو. حلو قوي في الفطار يا جماعه، كنت بفطر بيه. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا هتجربوا البسكوته دي وهتدعوا لي، والله العظيم هتدعوا لي. والطريقه عندكم هتلاقوها نزلت على وصفات رشروشه، عشان ما تدوروش على جوه الفيديو. اكتبي البسكوت الاقتصادي بدون بيض وبدون زبده وبدون سمنه بطريقه رشروشه، او البسكوت الاقتصادي رشروشه، او البسكوت رشروشه، بس هيطلع لكم كذا طريقه. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.